ساوث افريكا 2010. هنا مفتتح للكلام، هنا مفتتح للحديث في بلوم فونتين. الفريق المصري يلتقي البرازيل، ويوم الخميس في لقاء ايطاليا المنتخب المصري سيحضر الفريق الجزائري بكامل افراده بقياده سعدان المباراه، لانه كلمه الجمهور العربي منتخب الفينيك منتخب محارب الصحراء. الفريق الجزائري يحضر مباراة زامبيا المصيرية السبت القادم في الورد كاب في الكواليفيكيشن هنا في بريتوريا في جنوب افريقيا. ريكاردو كاكا 65 مليون يورو، مش شوية فيك، مش خسارة فيك. ريكاردو الساحر كاكا راقص الماراكانا، ساحر الكوبا كابانا. اذا تنطلق المباراة. زيدان العرب يلعب مع كاكا البرازيل، كاكا العالمي يلعب مع زيدان الطامح بالعالمية. من سيظفر بمن؟ من سيتجاوز من سيسجل بمن؟ شخصيا انتظر رياكشن من منتخب مصر، وانتظر ربع ساعة كلها تركيز. هي اصلا تقول لي مع البرازيل 90 دقيقة تركيز، وانت جاي للفندق للملعب تركيز، وبعد ما تروح ايضا ركز وتركيز. المنتخب البرازيلي ركائزه خطيرة، هجوميا من نار، ولكن دفاعه هش. ممكن يا شريف اليوم يشرفنا منتخب المصري بنتيجة تلبي وال. اول ربع ساعة و20 دقيقة هي نوع من الضمان، هي نوع من الامان، نوع من الاطمئنان. احمد سعيد هوكا خطيرة المنتخب البرازيلي، صعبة جدا. ريكاردو كاكا مش ممكن. الهدف الاول فريق البرازيلي كاكا بكامل السهولة يدخل ريكاردو ويسجل اهداف المباراة. حذاري من هذا السيناريو اللي نبهنا له، حذاري من هذه الانطلاقة البرازيلية اللي تعطي ثقة وتشحن الصمبة، ولكن تخوفنا اكثر، تقلقنا اكثر، ترعبنا اكثر، وممكن نضيع التركيز. هاو يا بودريكا وسع كورة، اضرب زيدان ولا اضرب على الطاولة بخبطة اليد. ممكن نسجل لو سجل خلاص. 1-1 يا شريف، 1-1. خطة في الهدف زيدان من بودريكا. الحمد لله لو يزيد شوية وينوم على ارض الملعب. مفيش حاجة للصراحة، هات لي الخط وهات لي الكف. لابس كورة عن طريق إيلانو في وسط الميدان، يلعب الكورة إيلانو في أول ربع ساعة. نتيجة 1-1. تتهيأ كورة خطيرة، مش ممكن الهدف الثاني. لا هذه مش ممكن الهدف الثاني عن طريق فابيانو، عن طريق لويس فابيانو. شكلها مباراة مفتوحة بالأهداف، شكلها في كرنفال مضمون في تواجد السيليسكاو وأيضا في وجود المنتخب المصري. خسارة يعني الرياكشن كانت ممتازة جدا، انك تتعادل بسرعة مع البرازيل. اسياد العفوية والسلاح البرازيل منذ جيل السبعينات بقيادة بيليه، كارلوس البرتو. برازيل والحضر المصري يمنع ريكاردو كاكا من ثالث الاهداف. اضرب كرة خطيرة، شوف الخطأ الجديد في الدفاع، شوف التمركز يا حاتم. مش ممكن. وانا نتابع المباراة من كابينة التعليق. الفريق المصري للحضر والدفاع مطلوب. إيلانو ودانيال الفيس، إيلانو والفيس بالقوة، يتقدم إيلانو خطيرة، وبرافو يا حضري. كورة جت في الوسط، الصف الليل كانت جديد في الوسط، لأنه لو ركن الكورة إيلانو كان يصعب جدا من هذا المكان، من هذا البوزيشن. يستطيع أحمد فتحي ويسجل لك برا اوت. الأرقام متساوية، المباراة متوازية.
مركز كان ممكن ينجح فيه المنتخب. عوض يتقدم سيد، يوسع سيد بين الراسية، جول. مش ممكن بعد، مش ممكن بعد. لكن المنتخب المصري موجود. احلى كورة مصرية، احلى كورة من حسني عبد ربه. دارت مليح، لفت مليح، مشات من السكر، لعبت للسيد، ضربها حسني، ولكن عبد ربه لا يصعد الملعب. كان ممكن هدف ثاني للمنتخب المصري. اذا الشوط الاول ينتهي على نتيجة 3 برازيل 1 مصر. عن كده هتبقى يعني مشكلة للمنتخب المصري، لكن لازم نأمن، ولازم لما يعني يبقى فيه هجوم بعقلانية وفي دوافع لدى خط الوسط. اذا ننطلق في الشوط الثاني في رحلة البحث عن التعويض، او في رحلة البحث عن حفظ ما الوجه، او في البحث عن التشريف للكرة المصرية. اذا ينطلق الشوط الثاني وننتقل ببروتوكول المعلقين من خلال الاسماء اللي بدا بها دونجا. يوصل كرة خطيرة المنتخب المصري. المنتخب المصري من غير الكلام، كرة هدف ولا احلى، كرة للثاني، صدر، جول، جول. الله 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 الله. امنع البرازيل، امنع البرازيل، امنع البرازيل. مش ممكن يسترسعوا، يسترسعوا باللون الاحمر. هدف عالمي. عاودني من الاول يا مخرج، عاودني من الاول. تعرف كورة ولا ما تعرفش؟ ارجع من الاول، ارجع للروعة، ارجع للفستيفال، ارجع للكرنفال. بل خد الواقع. التعادل، التعادل، الثالث. الله الله الله. الثالث. زيدان، زيدان. زعلوا عليا، زعلوا عليا. مش ممكن، زعلوا عليا يا مصريين، زعلوا عليا يا مصريين. 3-3 يا دونجا، 3-3 يا دونجا. الله. هنا ترفع وتسجد، وسجدة الشكر هنا في بلومفونتين. مساء الكراس. هيا الآن الراسية لم تأتي من المنتخب المصري، الراسية لم تأتي من منتخب مصر لتبدأ المباراة. يكون عن طريق فيليب ميلو. في خطأ، في خطأ حذاري من الارتكاب بالأخطاء هنا. هذه المخالفات تتخوف. فاز راسية خطيرة، حذاري. كرة تخرج برا. 6 أمتار عند الحارس الحضري. بعد راسية أليساندر باتو. طويلة، ما فيش اوفسايد. لا تسلل، تسلل في اللحظة الأخيرة. عمل فيها شكل لا يسمع، عمل فيها شكل مساعد اللي هو كاكا.
تشاهد تقاليد الوحدة ونصف. نعم المنتخب المصري كان الأفضل، كان الأفضل. وبيبدأ يفتح لي البرنامج، تسطيب البرنامج. طيب أول حاجة هيفتح لك عليها، أنت هنا بتختار اللغة بتاعتك. أنا بخليها English continue، وبعد كده I accept. بعد انتهاء عملية الداونلود بيخش لي على المرحلة اللي بعديها. طيب هنا بيجي لك الكلام ده. طيب حلو جدا. ايه الفكرة اللي انا كان قصدي عليها؟ طبعا انت هنا بيطلب منك ايميل ادرس تعمل لوجين، او ممكن تعمل سكيب للوجين. طيب ميزة الخطوة دي من الاخر ان هي بتديك 30 يوم مجاني. يعني معنى ايه؟ كل ايميل معاك، كل ايميل انت بتمتلكه هيديك 30 يوم مجاني. يعني انا اول ما هسطب اعمل سيت اب للبرنامج هدخل ايميل من الايميلات اللي عندي هيديني 30 يوم. بعد ما بينتهوا بتشيل البرنامج بتمسحه من على جهازك وترجع تنزله تاني وتحط ايميل جديد ما حطيتوش قبل كده. حد هيقول لي طب انا كده هبقى محتاج كل شهر ايميل. خلينا متفقين ان يعني دلوقتي اغلب الناس عندها ايميلات كتير. انت برقم تليفون واحد تقدر تعمل اكتر من 7 ايميلات، فالموضوع هيبقى عندك كذا ايميل، مش اقل من 10 ايميلات، 12 13 ايميل، وكل ايميل هيخدي لك للبرنامج شهر مجاني. طيب حل مؤقت زي ما قلنا، مش حاجة دايمة، لحد لما يجي في ايدك مفتاح كويس سيريال حاجة تقعدك فترة اطول، كل ده هيبقى كويس جدا.